الغفار اسم من أسماء الله، وهذا الاسم يجب علي وعليك أن ينبض له القلب. يجب علي وعليك أن نقول الحمد لله أن من أسماء الله الغفار. من منا لا يذنب؟ من منا لا يعصي؟ من منا لم يقصر في حق الله؟ من منا لم ينم عن صلاة؟ من منا مسك ماله؟ من منا ربما خرجت منه شتيمة أو قذف أو تكلم أو انتقص أو اغتاب أو نم أو إلى آخره؟ من منا لا يفعل هذه الأمور؟ لهذا لما تعلم وأنا أعلم أن من أسماء الله الغفار أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. غفار. لتعلم جمال كلمة الغفار تعال معي لأصل هذه الكلمة في اللغة. غفرة. تعلم ما معنى غفرة؟ سترة. الله عز وجل يسبقك سترا وغفرانا سبحانه وتعالى. الغفار من أسماء الله. الله عز وجل هو خلقنا، فهو من يتولانا وهو من يرحمنا جل وعز. لهذا تأمل وكان الله غفورا رحيما. تأمل وكان الله غفورا رحيما مرة ثالثة. وكان الله ماذا؟ غفورا رحيما. لماذا كان ماض؟ الله عز وجل يوصل لي ولك رسالة أني كنت أغفر وأرحم قبل وجودكم، فكيف بعد وجودكم؟ أولسنا نحن من عبيد الله؟ الغفار اسم من أسماء الله. يجعل هذا الاسم باب من أعظم أبواب التوبة، من أعظم أبواب الرجاء، من أعظم ما نستطيع أن نتمسك به ونقول الحمد لله أن الله هو الغفار. تصور لو أن مفاتيح الجنة والنار كانت بيد العباد، ما مصيرنا؟ سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لو أن الله قال لي يا سفيان أمك في يوم القيامة ستحاسبك، سأقول لا، بل أنت يا رب حاسبني. لمن؟ لأن الله هو أغفر له من أمه وأرحم له من أمه. لهذا الله سبحانه وتعالى غفار. يعطي هذا الاسم نبضا للقلب، أني مهما عصيت ربما بسجدة واحدة يغفر الله عز وجل شانه ما كان وربما ما سيكون. وهذا يجعل المسلم يشكر ربه. لهذا الله عز وجل شانه باسمه الغفار يجعل القلب ينبض. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذه يجعلك دائما تنبض ويجعلك دائما تقول الحمد لله أن الله يغفر. لا، ليس فقط يغفر بل ويستر جل وعز. لهذا غفار أصله غفر سترة. لهذا لما تأتي الجبال والبحار والأنهار والأرض تستأذن كل يوم أن تخسف ببني آدم الأرض والبحر وتطبق السماء، يقول الله عز وجل لهم لا، أنا خلقتهم وأنا أرحمهم، ولو خلقتموهم لرحمتموهم. لهذا الحمد لله الذي هو الغفار. هذا الاسم أيضا يجعلك دائما تأمل أن باب التوبة مفتوح ولا يغلق أبدا، بل يجعلك هذا الاسم تأمل أن الله عز وجل شانه لا يغلق عنك ولا يحجب عنك أبدا فضائل وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. رجل يؤخر شوكة شكر الله له وأدخله الجنة، أوليس الله غفار؟ امرأة بغي تتاجر بعرضها، أي أن قوت يومها بعرضها، أي أنها تنتقل والعياذ بالله من رذيلة إلى رذيلة. ومع هذا سقط كلبا. الكلب ما هو الكلب؟ الذي أمرنا الإسلام بعدم اقتنائه، الذي يقطع الصلاة، أي الكلب الأسود. الكلب ما هو؟ الذي إذا سمعنا نباحة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي لعابه إن وقع في الإناء نغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ومع هذا أمرنا الإسلام في كل هذه الأمور التي بسببها الكلب أن نحتمي منها. امرأة تسقي كلبا فتدخل الجنة. أوليس الله سبحانه وتعالى غفار؟ لهذا رب العباد غفار. فتأمل حينما تسمع هذه الكلمة أنه كلما أذنبت قل اللهم يا غفار اغفر ذنبا واستر عيبا.